السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن المطربين أو الممثلين في المنام. بس قبل ما اتكلم عنهم يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده اي استفسار يا حبايبي او اي رؤية يخش على الفيديو من تحت في التعليقات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. وعندكم كلمة الاشتراك بالاحمر تدوسوا عليها يا جماعة عشان تشتركوا، وفعلوا الجرس اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. مش هتخسروا حاجة يعني لو حطيتوا لايك، حبايب الحلوين اللي انا بقول لهم. النهاردة رؤية المطرب يا جماعة في المنام، اللي تشوف نفسها ان هي شايفة مطرب بيغني زي مثلا عمرو دياب الهضبة، ايهاب توفيق، اي مطرب بيغني، فده رؤيته بتبقى غير محمودة. بيبقى شخص كتير الكلام، بيغني عليك، بيكذب، بيضيعك، بينيمك في حاجة، بيلهيك عن الدنيا وعن الدين، وبيضيعك في حاجة. كداب بياع كلام. طيب الممثل يا جماعة، رؤية الممثل يا جماعة في كل الحالات مش بعضها مش محمود. ليه بقى؟ لان الممثل بيمثل عليك في كل حاجة. يعني ممكن بتبقى مصاحبة واحدة وشايفة انها كويسة وواحدة حلوة، طيب تجيلك في المنام مثلا يعني بتشوف ان شفتي مثلا ياسمين عبد العزيز، شفتي مثلا روجينا، شفت اي ممثلة من الممثلات دي، بتبقى واحدة جالك بتمثل عليكي، كدابة خداعة بتمثل. يعني لو قصدها في كلام او في حوار هتلاقيها بتمثل وبتكذب عليك. اعرفي على طول ان انت في حد محاوطك او حد انت جنبك او انت مصاحباه كداب، احذريه. لو شفتي الممثل او الممثلة دي في المنام اعرفي ان انت في حد انت مصاحباه كداب، بتكذب عليك، هتوقعك في مشاكل كتير، عميك عن حاجات كتير، فتحذري الشخصية دي خالص. طيب لو شفتي مثلا الممثل ان هو جاي بيتكلم معاكي او قاعد معاكي او بياكل معاكي، خداع، بتاكل معاك ونكر جميلك او بياكل معاك او نكر خيرك، بيمثل عليك قدامك ممثل، من وراك كداب بيكذب عليك وبيضلك. طيب رؤية الممثلين القدام او الممثل لما يكون متوفي وجالك، يعني ممثل ميت وجالك في المنام، ده بتبقى رؤيته خير. زي مثلا حسن حسني مثلا، من الاسماء دي اللي هم يعني حد متوفي وجالك بالاسماء ده، جاي يديك حاجة، قاعد معاك، اعرف ان في خير او رزق جايلك او حاجة انت مفتقدها هتعود عليك وجايلك تاني. يعني مثلا لو بنت عزباء شافت نفسها ان شافت ممثل متوفي من القدام وجاي لها، ده بشارة خير ان هي تتخطب للشخص اللي هي بتحبه وعايزاه، لانها كانت فاقدة الامل فيه. او واحد مستني وظيفة وكان فاقد الامل، او واحد عمل مشروع وكان فاقد الامل فيه، لا هيرجع لك. ده لو شفت الممثل ده جاي لك وهو متوفي. طيب لو انت شفت ممثل مشهور زي محمد رمضان او واحد وجاي معاك وبيتكلم معاك في المنام على حاجة معينة، اعرف لو انت عامل تجارة هتخسرها، فلوس هتخسرها. ليه؟ لانه مش بيضلك الا في الكلام، بياع كلام وبس، بيمثل عليك. فرؤية الممثلين يا جماعة اللي هم اللي انت بتشوفهم على قيد الحياة دي، رؤيتهم غير محمودة، بيمثلوا عليك وبيضحكوا عليك. طيب لو شفت مثلا حسين فهمي، مصطفى فهمي، هناخد الاسم، يبقى تحسين امر ليك
او امر انت حاجة متصعبة عليك، ربنا يعني ايه هيسر لك الامر ده وهيحسن لك الامر ده باذن الله. يبقى رؤية الممثل المتوفي رؤيته خير، حاجة انت مفتقدها وهترجع لك، حاجة انت عايزها وهتجيلك، رزق هيجيلك، في مشاكل ربنا هيفكها ويسر لك الامر. تمام. يبقى رؤية المطرب او رؤية الممثل يا جماعة بعضها غير محمود بالمرة. ممثلين بيضحكوا على ناس انتم محوطينهم كدابين وبيضحكوا عليكم، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.